أهلا بكم مشاهدينا الكرام وثالث أجزاء هذه الحلقة من شعر العرب وآخرها أيضا، ويسعدنا أن ينضم إلي في الاستوديو في هذه الفقرة الشاعر محمد الحناطي. أهلا بك يا محمد. أهلا وسهلا. نورنا وسعيد جدا باللقاء بك. أظن أول لقاء في التلفزيون. أول لقاء ليا وسعيد جدا. لقاء ليا معك. طبعا تلفزيونيا يعني. صديق قديم وشاعر رائع جدا، وأنا في يعني استمتع جدا بتجربته الشعريه على المستوى الشخصي. محمد الحناطي ولد عام 1980 ومن شبرخيت بمحافظه البحيره. حصل على بكالوريوس التربيه عام 2001، وحصل كذلك على دبلومه الدراسات العليا في تكنولوجيا التعليم، وحصل على تمهيدي الماجستير بعلم النفس، يعمل بالهيئه العامه لقصور الثقافه. حصل على العديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة الشارقة في الشعر وفي الرواية أيضا، وجائزة المجلس الأعلى للثقافة عن ديوانه يليق بنا الخيال، كما حصل كذلك على الجائزة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة. أصدر عدة دواوين شعرية ورواية واحدة. دواوينه الشعرية متوزعة بين العامية والفصحى. من دواوينه اللي زيك، بعد الفراغ من الجنون، جوايا سر، أنا الحرف اصطفاني للكلام، وآخر دواوينه يليق بنا الخيال. عنوان روايته هو المنجي المخاوي. أهلا بك يا محمد مرة تانية. ويعني خلينا نروح كده للبدايات. يعني أنا دايما ببدأ أتكلم مع ضيوفي بأختار البداية لكي تكون بداية الحوار. كيف جاءت بداياتك على المستوى الحياتي والاجتماعي، وما الذي قاد خطاك نحو عالم الكتابة والإبداع؟ الأب. أبويا. منذ كنت طفلا، أو ربما قبل أن أعي أصلا فكرة أنني كنت طفلا، وأنا أستمع إلى أبي منشدا وقارئا للقرآن بصوت جميل، ومهتما بالشعر وبالسرد والحكاية. لا أدري إذا كان العلم بإمكانه إثبات أنه في مرحلة معينة يمكن أن يكتسب الطفل جينيا أشياء من الأب أو بالمعايشة. أيا كانت، أنا تعرضت لمعايشة من نوع فريد مع الأب. عصفور ولما انطلق دبحوا الغنى جواه، عاش عمره ينزف ومشروخ الألم في غناه، لكنه رغم اللي كان وجراله علمني إزاي أموت علشان أوهب لغيري حياة. جميل. كان ده على مستوى الهواية، يعني كان الرجل كان يعني ينشد ويقرأ القرآن على مستوى الهواية، وربما نعته تقاليد اجتماعية من فكرة الاحتراف. ولكنه ده واضح، ده دليل انه هو كان ذو صوت شجي يعني. طبعا هو موهبة قادرة على التخليق بشكل مدهش يعني. رائع. لكنه في تعامله معي أدرك منذ الطفولة أهمية أن تنمى هذه الموهبة، وأهمية أن توفر لهذه الموهبة كل مصادر الرعاية والاهتمام مهما كان ذلك مكلفا. نعم. وهذا يكفي لأن أقول بأن الشعر بدأ عندي قبل أن يبدأ، وبدأ إحساسي، لو قلنا محطات، فيمكن أن أصف المحطة الأولى من حياتي بالحدس. الحدس الذي كنت أتبعه، خيالات وأفكار ورؤى أريد أن أدونها، أريد أن أقول، ليس ناتجا عن المعرفة التي تلقيتها أو القصائد التي حفظتها أو التي سمعتها من أبي، وإنما أيضا كان هناك هواجس وأفكار وحالات استغراق كبيرة شاغلة. كانت هذه هي مرحلة الحدس، حتى
تلتها مرحلة الصدمة بالمعرفة بالوعي. قصر الثقافة في دمنهور كان يمثل هذه الصدمة، يعني الصدمة المعرفية بالوعي وبالشعر الحديث وبما هو مطروح. ده انت يعني بدأت بقى ترتاد اصلا يعني نادي الادب بقصر الثقافة في دمنهور، ويعني اظن ده كان يمكن في 16 بقى 17 سنة ولا حاجة، مش كده؟ نعم، في هذه المرحلة او ربما اكبر قليلا، يعني في بداية الجامعة. وحينما أتيت دمنهور كنت أكتب الفصحى. كان عندك تجارب فعلا مكتوبة في الفصحى، نعم. ولكن حينما ترددت على نادي أدب دمنهور تحولت للكتابة بالعامية. حجم المعرفة ربما اللي كانت متاحة وقتها، أو تجربة العامية اللي كانت ذات حضور قوي وربما كان لها تأثير كبير على تحويل المسار. وربما شعرت بأن الأصوات الفصيحة المتزاحمة في ذهني فكرة الخلاص منها من أجل الوصول لصوت خاص مسألة ربما تكون صعبة. النبع العامية تدفق بصوت خاص. لا، خلينا نقف عند النقطة دي. هو المسألة هنا يعني غريبة انه تبقى في هذه السن المبكرة وتبقى قادر على تقييم موقفك، وانه انت هتعاني او تقرر تصل الى فكرة انك ستعاني من اجل استخلاص صوت خاص بك من كل هذه الاصوات المحيطة الشعرية المحيطة بك. لم يكن وعيا شخصيا او ذاتيا. هذا الوعي قلت لك هو صدمة المعرفة من نادي أدب دمنهور. كان السمة الأساسية في النقد الموجهة في دمنهور، أو الفكرة التي يمكن أن نقول عليها الرهان الإبداعي، لم يكن على أن تأتي بشعر جميل أو مدهش أو رائع، لا أبدا، أن تأتي ببصمة خاصة، أن تأتي بصورة وفكرة ومعنى لم يطرق بعد. كان هذا الرهان في هذا التوقيت، ربما لكي أكون دقيقا يعني، كان هذا هو الرهان، وكان الصراع الفكري كله يدور حوالين هذه الفكرة. ومن هنا تخليت قليلا عن الحدس. وبدأت تعمل بقى، اللي هو الاستسلام للهاجس الشعري الصافي. بدأت تعمل بوعي. بدأ الوعي يفرض نفسه على الذهنية. المعرفة بدأت تقول أنه ينبغي أن يكون هناك صوت خالص، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك فكر، وينبغي أن يكون هناك مطالعة لاكتشاف هذا الصوت. وكانت العامية تتفجر تفجرا صادقا ومميزا. لم أجد صعوبة كبيرة في اعتراف الآخرين بتميزي أو مش بتميزي كشاعر ممتاز، بتميزي كصاحب بصمة يعني لك صوت مستقل. لأنه صوت مستقل يمكن أن تحفظ قصائده، ويمكن أن تؤثر قصائده في الآخرين، حتى وإن اختلفوا معك في طريقتهم في الكتابة أو في مدرستهم أو في الذائقة. طيب خلينا نسمع بقى نص أو أول منك في لقاء. اختاروا بقى عامية فصحى كما تشاء يعني. هي المشكلة انه انا الان اقول شعر بعد ركام من التجارب يعني. فربما تتزاحم القصائد، ربما بعد ركام من تجارب الشعراء يعني الاخرين، ولا ركام من تجاربك انت انا شخصيا يعني محطات من التجارب. يمكنك في لحظة ما ان تقول سوف انتقي هذه القصيدة، ونحن نتحدث عن السيرة الذاتية، توقفنا عند نقطة ربما تستدعي قصيدة غير التي أريد أن أقولها في هذه اللحظة يعني. على أي حال سوف أقول الفناجين. الفناجين خائنة، إنها تحتوي قهوة كل يوم. إن الفناجين قابلة للسقوط الرحيم، وإن نوشوشها في أمان، نسر لها بالذي كان تفضحنا بالرموز، وتمنح أسرارنا للغريب،
وإنا نحب الفناجين رغم الخيانة، نغسل بالماء ذنب الفناجين، نمنحها فرصة أن تتوب وليست تدين لنا بالولاء. كنت عايز أقف قدام ثنائية العامية والفصحى عندك. أنت يعني خضت في جزء منها، إنما مهم إن أنا أعرف منك رؤيتك للفواصل الدقيقة اللي ما بين اللغة الفصحى واللهجة العامية في كتابة الشعر. أنت كشاعر بتكتب عندك النموذجين، يعني فين الاختلاف عندك وأنت بتكتب؟ سؤال صعب. سؤال صعب للغاية، وأريد أن أؤكد أن ما سأقوله هو وجهة نظري، لأنه قد تتعدد وجهات النظر في هذا الأمر يعني. موقفك أنت. ولكن يمكنني أن أقول أن في العامية أنت متحلل من قيود كثيرة، ومتحلل أيضا من بهاء أكثر. للفصحى جلال وبهاء وصراع مع موروث كبير. فكرة التميز فيه مسألة تكاد تكون صعبة. فكرة الخلاص نفسه، يعني لو تابعنا مشاريع، حتى مشاريع الشعراء الكبار، سوف نجد تنصات كثيرة مع موروث من الشعر والقصائد فهذا التراث المعرفي المحمل في هذه اللغة يجعل من التعامل معها مسألة صعبة، يحتاج إلى كثير من العناية والتدقيق والاحتفاء، والتحدي أصعب. في العامية التحدي ربما يكون في كيف تخلق من اللغة التي نتحدث منها أو التي نتحدث بها، وأقول نتحدث منها لأننا لا نتحدث بكل اللغة، كيف تخلق منها شعرا جديدا قادر على إدهاش من يتحدثون بهذه اللغة، بنفس اللغة. لكن اللغة الفصحى بمجرد الحديث بها فأنت تقابل من المستمع إذا كنت متقنا للغة هو بيكبرك يعني يعني في مهابة، يعطيك مهابة اللغة فقط إذا كنت متقنا للغة، وينصرف عنك انصرافا أوليا مباشرا إذا أخطأت في اللغة، حتى لو ما بيعرفش القواعد، أو حتى دقيق. إذا خرقت ذائقة الفنية، لأنه لديه موروث أيضا من السماع. إذا قلت له كلاما هو بالنسبة له قرأ أو سمع المتنبي مثلا وجلال المتنبي وسمع كذا وكذا وكذا، لو قلت له شعرا لم يحرك ذي الذائقة لكي يتفاعل معك سينصرف عنك مباشرة، لن يتفاعل معك. هي قضية خطيرة جدا، قضية المتلقي بقى. هنا أنت جبتنا في طريقها، فخلينا نقف عندها وأعرف منك رأيك في مسألة التلقي ومسألة يعني أين يقع المتلقي من تجربتك أو من ناظريك وأنت تكتب النص. ولكن بعد أن نتوقف لهذا الفاصل ونعود من بعد لاستكمال هذا الحوار مع الشاعر محمد الحناطي في شاعر العرب. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وثاني أجزاء هذا اللقاء من شاعر العرب مع الشاعر محمد الحناطي. قبل الفاصل كنت بكلمه عن فكرة التلقي. التلقي ده في نظرية كاملة اسمها نظرية التلقي، بس احنا مش هنخوض قوي في التفاصيل الأكاديمية والكلام ده. احنا خلينا نقف عند المفهوم المتداول وفكرة المتلقي أو المستمع أو القارئ أو كذا. فين في دايرتك كشاعر؟ إلى أي مدى بتراعيه يعني؟ المتلقي ليس له سلطة، ولكنه بالرغم من أي شاعر، الشاعر كرسالة أو كاتصال، مرسل ورسالة ومستقبل، عناصر الاتصال. فبالتالي احنا قلنا مش عايزين نظريات التلقي ولا مش عارف يعني هو الكلام يعني ايه يميل إلى التأسيس، ربما يكون أكثر وديا لو قلت أن المتلقي لحظة الكتابة لا يكون حاضرا في ذهن الشاعر، ولكن ما قبل لحظة الكتابة وربما ما بعد لحظة الكتابة يفرض المتلقي وجوده
بأشكال مختلفة وبأنواع مختلفة. المتلقي الناقد متلقي، المثقف الواعي متلقي، جمهور الشارع البسيط متلقي. كل دي درجات من التلقي بتفرض نفسها على النص بعد أن يكتب. الشاعر قبل أن يكتب وليس في لحظة الكتابة مشغول باعتبار أن هذه مدخلات تدخل إليه، ومن الخطأ الاستجابة لكل التأثيرات المحيطة، لأنه أنا أعتقد أن الشاعر ابن الحدس وليس هتخضع نفسك لسلطته بقى، أن الشاعر ابن الحدس وليس ابن المعرفة. لو كان الشاعر ابن المعرفة فيجب على الشاعر أن يسأل ما هو النمط السائد، ما هي المعرفة السائدة لكي أتبعها. الشاعر ابن الحدس، ابن الجديد، لو ابن الإبداع لازم أن يأتي مغايرا ومخالفا. ولكن اللحظة اللي الشاعر فيها بينطلق لكي يقول جديدا أو مخالفا أو مبدعا يجب أن يمر أولا على مرحلة النحن، يجب يثبت لهذا المتلقي أنه في نطاق معرفتكم وفي نطاق قواعدكم أنا بأبدع، يمكنني أن أبدع. الآن هل عرفتم أنا مبدع؟ بإمكاني أن أحلق بعيدا وأعطيكم نماذج جديدة ومختلفة عن ما ألفتموه. وقد يرجع الشاعر مرة أخرى إلى أشكال قديمة ويعيد الكتابة فيها مرة أخرى. لا يوجد شكل كتابي يمكن أن يلغي شكل كتابي، والتطور قد يخضع للفكرة والمعنى والشكل، وقد يعود مرة أخرى لإعادة الشكل. ربما فكرة بعض شعراء العامية الكبار مثلا كانوا يكتبون نثرا وعادوا ليكتبون التفعيلة وعادوا يكتبون أشكال المربعات مثلا بشكل رائع جدا. بعض الشعراء يسمونها هذه ردة مثلا، أنا لا أسميها ردة، أنا أسميها شيء طبيعي جدا أن يتحرك المبدع صعودا ويمينا ويسارا وحركة طالما هو يثبت نفسه في كل مجال. طب ما أنت بترفض قصيدة النثر؟ من قال ذلك؟ مش عارف، عندي إحساس بك. لا من قال ذلك؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال على مبدع وعلى إنسان متذوق أن ينكر تفاعله مع معطى جمالي وفني وإبداعي، ومع فكرة أصلا مطروحة، فكرة التطور على مستوى الإيقاع، فكرة الإيقاع نفسه. لكن أنا ضد إيه بقى؟ ضد أن يتحول فكرة قصيدة النثر في حد ذاتها إلى هدف، لا، إلى وسام أو جواز سفر أو منحة تجعلك متطورا. بما أنك تكتب قصيدة النثر يبقى أنت حداث، إذن فأنت حداث، إذن فأنت متطور. هذه أنا ضد هذا. يعني قصيدة من القصائد العمودية، وأرى بالمناسبة أن في ذلك إهدار لطاقة الشعر، لأنه يفترض بأن حركة التطور أو حركة الإبداع يمكن أن تلغي الإبداع في الشكل، يحول المسألة إلى إبداع في الشكل مش أكتر، يعني تغيير في الشكل. طيب خلينا نسمع منك قصيدة، كنت بتقولي هنقرأ قصيدة عمودية. طيب اتفضل. طير المسافات هل للمنتهى وصل أم غاب عنهم وقلب العاشق اتصل؟ شبهت للناس نايا قد من شجر الحياة يجدو لهم من بعد ما ذبل. شبهت للناس نايا قد من شجر الحياة يجدو لهم من بعد ما ذبل. فما عزفت لهم إلا وقيل هنا، وما انتهى النزف إلا قيل قد رحل. كأن عصفورة مالت على وتر فأبدعت أنة من بعدها انفصل. أدخن الحزن في المقهى تباغتهم أخبار موتي، وأن الجالس انتحل. أرى طفولتي البيضاء سارية رغم المشيب، وما يستنزف الأجل فأغرقي لوحتي باللون. رب فتى من حكمة اللون بين خطوطك اشتعل. ولتجعلي الأخضر العصفور غرده، وخففي أحمر العشب الذي اشتعل. قولي لهم لم يكن قبر يليق به، فاختار في لوحة أن يسكن الأزل. ولم يشأ
أن يزور رفاته قمر يبكي عليه ويحكي أنه أفل واختار أن ينتهك النهر. ليس له قبر المصب، له طاب المدى نزلا فلا تلوميه. ما يختار قافية يأوي إلى ظلها إلا بها ارتحل. هذا اليقين الذي ينتابه نفق وليس يعبره غير الذي سأل. هذه التفاصيل لون النهر غربته عبر المسافات، صب ينشد الغزل فما القصيدة إلا محض عاشقة تفي لمن أشعل المعنى بها قبلا. ورقة الماء إن مسته عارية تقول من ها هنا بالآخر اغتسلا. حلم يسيل على كفيه منتشيا يبتل طائرها من بعد ما ثمل. قصر الخيال الذي يبنيه مرتجلا يبقى وموج البلايا عاد منخزلا. ونخله مزق الريح التي عصفت وريحه نسفت ما شيدوا دجلا. للورد ما مسه من عطره خجل حتى يعانقه كي يشعل الخجلا. الروح ما دسه في المفردات رؤى تحيا ولا موت يمسس بعده الجملا. بدونه لست أنثى، بدونه لست أنثى. ربما شبح التمثال يعرض والمثال ما مثلا. وما الأنوثة إلا ما يقرره في الطين من نفخة المعنى الذي اكتمل. جميل يا محمد، رائع والله. يعني طبعا انا من عشاق الشعر العمودي طول الوقت، ودائما يعني انظر الى التراث الشعري العربي القديم بمزيد من الاجلال والاكبار والاحترام، لانه تربينا عليه طول الوقت. كنت اتمنى انه طول الوقت اكتر من كده، ولكن للاسف الشديد وقتنا انتهى معاك، وسعدت جدا بلقائي بيك. ان شاء الله يبقى عندنا لقاءات متجدده ومتكرره دايما ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك على هذا اللقاء الذي لم اشعر به. شكرا، لانه كان خفيفا برغم صعوبه الاسئله. شكرا يا استاذ محمد، شرفتنا ونورتنا. سنذهب لفاصل اخير في هذه الحلقه من شاعر العرب مشاهدينا الكرام، ومن بعد نعود لختام هذه الحلقه فتابعوا. إليه مقتربا ويشوقني والعين في العين. كم ذا أقول الشعر في غرض والله يعلم أنك المعنى. إني كتمتك ما أكابده وحبست عنك مدامعا حرة، وحسبت أنك لم تكن تدري فإذا فؤادك بالهوى أدرى. لا تجبر الإنسان ولا تخيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره. اللي النهاردة يطلبه ويرضاه هو اللي بكرة هيشتهي يغيره. عدد ها أنت تعود إلي أيا صوت الشارد زمنا في صحراء الصمت الجرداء. يا ظل الضائع في ليل الأقمار السوداء. يا شعر التائه في نثر الأيام المتشابهة المعنى الضائعة الأسماء. قعدت أشرب على الرصيف وانعي، تدوس رجول الناس على دمعي. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل الثقافية، طوفنا بكم في هذه الحلقة ومعكم أيضا في عوالم شعرية ممتزجة ومختلطة ومختلفة في نفس الوقت. بدأنا هذه الحلقة من شعر العرب مع الشاعر المصري الكبير الدكتور حسن طلب، بكل ما تحمله تجربته الشعرية الرائعة من تشكيلات وأغاني يعني في الحقيقة أثرت الشعر المصري في سنواته وعبر سنوات الدكتور حسن طلب الشعرية الممتدة منذ ما يقرب من 40 عاما أو أكثر قليلا، منذ نهاية الستينيات في القرن الماضي وحتى الآن أعطاه الله الصحة. كما أيضا وقفنا أمام تجربة شعرية شابة من الشاعر هاني عويد الذي يعني
يحمل نكهة شعرية متميزة وواعدة إلى أقصى مدى يمكن. كذلك وقفنا في ختام هذه الحلقة في جزئها الثالث مع تجربة الشاعر محمد الحناطي، الشاعر الذي يمزج بين العامية والفصحى أو يكتب الشكلين إلى جوار كتابة الرواية أيضا. وربما لم يتسع الوقت لأن أسأله أكثر حول فكرة الجوائز، حيث حصل الحناطي على العديد من الجوائز. على أي حال هكذا يمر الوقت سريعا معكم دوما في شاعر العرب. حلقة قادمة إن شاء الله نلتقيكم فيها على خير. إلى اللقاء.